فترة بحلم بكابوس غريب. بشوف نفسي واقف قدام بيت قديم، بيت بابه موارب. ولما بدخله بلاقي ترابيزة عليها أطفال وأمهم بتقدم ليهم صينية، بس شكلها غريب ومش طبيعية. وشها بيتحول لشي تاني بس مش بلحق أشوفه وبقوم من نومي على طول. من نومي مفزوع، وأنا نفسي داخل خارج بصورة رهيب. بسبب فزعي ده بصحي حنان مراتي من جنبي. يومها حنان قامت مفزوعة، ولما عرفت إن أنا بحلم بنفس الكابوس طلبت تجيب لي مية. بس أنا حاولت أقعدها وأقنعها ترجع لنومها تاني، وأنا كده كده كنت قايم عشان صلاة الفجر. قمت من على سريري والعلق مليان على جسمي كله. دخلت المطبخ وشربت مية وعملت فنجان قهوة. دخلت على البلكونة وفضلت قاعد أسمع توشيح النقشبندي. هو الفجر جميل وساقع. فضلت أشرب القهوة لحد ما سمعت أذان الفجر. بعديها فتحت الباب ونزلت أصلي في الجامع. خلصت الصلاة وخرجت من الجامع ومشيت في الشارع لوحدي. طول الطريق كنت حاسس بشي ماشي معايا، شي خطوته غير خطوتي. وقفت مرة واحدة عشان أتأكد في حاجة واقفة ورايا ولا لأ، بس ملقتش حاجة. المكان فاضي تماما ومفيش غيري. بصيت قدامي لقيت شخص واقف قصادي بالظبط. رفعت عيني لوشه ولقيته بيقولي: هي الصلاة خلصت؟ فضلت باصص ليه شوية وبعدين قلتله: خلصت. نزلت متأخر ليه؟ ما أنا مش نازل عشان الصلاة، أنا نازل عشانك انت. استغربت من جملته اللي قالها وقلتله: أنا أعرفك ومش واخد بالي ولا حاجة؟ سكت شوية وبعديها قال لي: هتعرفني قريب منك في قصر المحروسة. قال كلمته ومشي من قدامي. فضلت واقف مش عارف أرد عليه ولا عارف هو مين. مقدرتش أشوف ملامحه لأنه كان واقف ضلمة. كملت طريقي لحد ما طلعت البيت. معرفتش أنام. فضلت قاعد بفكر في الشخص اللي شفته. الوقت جري وسرقني وأنا قاعد في البلكونة عمال أفكر في اللي قاله. كل اللي شايفه قدامي المشهد بتاعه وعمال يقولي على قصر المحروسة اللي أنا معرفوش. فضل المشهد يتكرر قدامي كتير لحد ما لاحظت إن حنان مراتي واقفة جنبي بتقول اسمي: مكي مكي مكي. ها، ايه يا حنان، في حاجة ولا ايه؟ بقالي ساعة بنده عليك، سرحان في ايه؟ امسك رفعت باشا بيرن عليك. بقيت بقلق من سيرة رفعت باشا. مفيش اخبار بتيجي من ناحيته حلو، رغم انه وقف جنبي كتير في مواقف لا تحصى، واخرهم المركب اللي خدتها الحكومة مني بسبب اني نزلت اصطاد في وقتي وهما مانعين في الصيد، وعلى امل ان رفعت باشا يرجع لي المركب دي تاني. ما انا برضو عامل معاه معروف المفروض يرده لحد ما يقابل رب كريم. خدت الموبايل من ايد حنان ورديت عليه: الو، عامل ايه يا رفعت باشا؟ اهلا يا مكي. قلت لك بقى شيل الالقاب دي، احنا بقينا اصحاب. معلش، الايه ما تعلاش على حاجه. طيب يا سيدي، انا هدخل في الموضوع على طول. كنت طالب منك طلب صغير كده. بصراحه قلقت من اللي هو قاله ورديت عليه وقلت له: اتفضل. خير ان شاء الله. لا خير. ده قالوا منا حق في قضية قتل. وصلنا الخيط بس لسه مش متأكد منه.
بس الخيط ده يخص. كنت عايزك تشرفني في المكتب واخدك نروح سوا. زي ما توقعت بالظبط، مفيش خير بيجي من ورا رفعت باشا أبدا. رديت عليه وقلت له بعديها: يخصني ازاي يعني؟ مش فاهم. استغرب من كلامي ورد عليا وقال لي: مش هعرف اشرح لك في الموبايل، لما تيجي هقولك على كل حاجة، انا في المكتب مستنيك. كانش قدامي حاجة اقولها له غير اني اقول له: تمام، هلبس واجيلك. قفلت معاه وانا ناوي مردش على مكالمات رفعت تاني. كنت حاسس انها مكالمة وراها تعب واخبار غير مريحة. قمت من مكاني ولبست هدومي ونزلت على مقر الشغل المخصوص بيه. طلبت الإذن من الأشخاص اللي واقفين يدخلوني، وطلبوا يعرفوا مني سبب الزيارة. لما قلتلهم إن رفعت باشا اللي طلبني، اتأكدوا منه عن طريق اللاسلكي ودخلوني. دخلت غرفة واسعة 19 مكاتب في بعض، بس مفيهاش غير غرفة اجتماعات ومكتب واحد كبير عليه يافطة صغيرة مكتوب عليها رفعت جلال مغاوري. أول ما شافني دخلت المكتب، قام من مكانه وقرب عليا وبدأ الترحيب بتاعه: أهلا، أهلا بصديقي العزيز، بقالي كتير ما شفتكش. رديت عليه وقلتله: لو عايز الحق يا رفعت باشا، أنا بقلق لما بشوف مكالمتك على الموبايل. فضل يضحك وهو بيرجع مكانه تاني، وأنا بقعد على الكرسي اللي قدامه في نفس المكتب. وبعد ثواني وانتهى فقرة الضحك قال لي: عندك حق، أنا برضه لو مكانك هقلق، بس الموضوع المرة دي محتاجك فيه بجد. يا رب يكون بسيط. هو مش بسيط قوي، قالها وهو بيمد ايده قدامي بشوية صور لواحدة ميتة أو مقتولة. كانت قاعدة على ترابيزة وقدامها بركة من الدم خارجة من بقها، وعينها مخلوعة من مكانها، أو زي ما تقول كده انفجرت. بس رفعت باشا مش بيوريني صورتها عشان أشوف شكل الموت، لا سمح الله. كان الهدف من كل ده يوريني الرسمة اللي مرسومة في الحيطة اللي وراها. بعد التأليف في باقي الصور شفت صورة الحيطة وعليها الرسمة اللي متأكد إن رفعت جايبني عشانها. رسمة كف كبيرة على الحيطة، وفي كل عقلة صباع مكتوب حرف بالمقلوب. أثناء سرحاني فيها سمعته بيقول لي: الرسمة دي أنا عارفها كويس. بصيت له باستغراب وقلت له: عارفها منين؟ أنا فاكرك عايزني عشان تعرف تفسيرها. بصلي كده وقال لي: لا، الرسمة دي أنا شفتها قبل كده. وللأسف يا مكي بقى، الرسمة دي رسمتها نهلة أيام شداد، أكيد أنت مش ناسي. رديت عليه باستغراب وقلت له: بس أنت أيامها ما جبتش سيرة إن مراتك رسمت حاجة زي دي، وهل بقى كتبت نفس الحروف؟ على ما أتذكر إن أنا محتفظ بواحدة زيها. كان بيقولها أثناء بحثه في الإدراج الخاصة بالمكتب بتاعه. وبعد بحث طويل طلع ورقة عليها الرسمة من وسط كتب وقال لي: اهي الرسمة اهي. خدتها من ايده وبصيت، كانت نفس رسمة الكف، لكن مش نفس الحروف اللي مكتوبة. بعد ما ركزت في الصورتين شوية قلت له: أنا عايز أروح المكان اللي في الرسمة دي يا رفعت باشا. تمام تمام، مفيش مشكلة، كده كده قصر المحروسة قريب مننا. ايه؟ ايه مالك مستغرب من كلامي ليه؟ لا لا، مش مستغرب، بس قطعني قبل ما أكمل كلامه وقال لي: أنا متأكد إنك ما سمعتش عن القصر ده قبل كده، ولا هتسمع عنه أصلا. هو مش قصري أوي يعني، بس من زمان وهو اسمه كده. المهم في الطريق أفهمك، يلا بينا. نزلت معاه وركبنا العربية، وأنا كل ده بتذكر الشخص اللي شوفته أثناء الصلاة. مش عايز يروح من دماغي، بس فضلت مركز في الطريق. ومفيش 10 دقايق وصلنا. وزي ما قال رفعت، هو مش قصر أوي، بس شبه القصر.
دخلنا المكان اللي كان متشمع ومحاط بشريط أصفر لمنع دخول أي شخص. وأثناء الدخول ده بدأ رفعت بالكلام. جالنا كذا بلاغ إن في ناس شايفة دخان مهول أوي طالع من القصر المهجور ده، ولما اتجهنا ناحية البلاغ دخلنا شفنا حاجة غريبة أوي بعيدا عن الست اللي انت شفتها في الصور، واللي مش عارفين هي مين ولا كانت بتعمل ايه. بس الغريب بقى في الأمر إن الدخان ده كان طالع من رسمة الكف دي. رسمة زي ما تقول كده يا مكي الحروف اللي فيها كانت مولعة نار ومنورة، بس لما اتطفت فضلت تطلع دخان مهول. مردتش اقطع كلام رفعت وسبته يتكلم واحنا ماشيين في ساحة كبيرة، ساحة فاضية كلها تراب وشوية كراكيب من الأساس، وآخر الساحة دي ترابيزة، نفس الترابيزة اللي كانت عليها الست اللي شفتها في الصورة. لكن خلف الترابيزة بقى شفت الرسمة، رسمة الكف. قربت منها أو بدأت أحط إيدي عليها، كانت منحوتة بشكل احترافي جدا، مستحيل يكون ده عمل بني آدم ولا نحت شخص محترف، ده أكيد رسمة منهم هم. بعد ثواني من سرحاني في الرسمة لقيت رفعت بيقولي: ها، وصلت الحاجة؟ قالها وهو بيولع سجارة وواقف ورايا. لفيت ناحيتي وقلت له: لا، بس انت شاكك في ايه من الرسمة دي بما ان مراتك برضو رسمتها؟ ولع سيجارته وبعديها قال لي: اكيد انت عارف انا شاكك في ايه كويس يا مكي. رديت عليه وقلت له: جايبني هنا عشان اطمنك على مراتك ولا عشان نوصل لحل؟ بلع ريقه وبعديها قال لي: مراتي في كل شيء، معقولة يكون رجع تاني؟ احتمال بعيد، بس الاحتمال الأكبر إنهم يكونوا من نسله. انت مردتش برضه عليا. ما تقلقش يا رفعت، شداد مش هيرجع ولا مراتك هيحصل لها حاجة، كده يبقى حليت نص اللغز. بصلي بعد ما شد كام نفس من سيجارته وقال لي: طيب والنص التاني؟ عايزين نعرف الست دي جت هنا ازاي وجت ليه ومين اللي عمل فيها كده. اكيد الرسمة السبب. اكيد، بس سيبني افكر مع نفسي، ولا ما اوصل لحاجة هكلمك. قلتها وانا بتجه ناحية باب الخروج من القصر الصغير ده. معرفش ليه كنت حاسس بخنقة جواه. ركبت العربية وما نطقتش كلمة معرفة حد موصلني لباب البيت، وقبل ما انزل من العربية ومسك ايدي وقال لي: تأكد يا مكي، تأكد ان نهلة مش هيحصل لها حاجة؟ متقلقش يا رفعت باشا، ثق في كلامي. نزلت من العربية وانا برمي عليه التحية وطلعت البيت. طبعا ما خلصتش من كلام حنان اللي فضلت تستفسر عن المكان اللي كنت فيه. طبعا الستات بتحب كل حاجة، بس انا ماليش خلق. ضحكت عليها بكلمتين ودخلت انام. دخلت انام عشان اقابل نفس الكابوس، نفس الترابيزة ونفس الطفلين والست اللي شكلها بيتغير. بس المرة دي شفت حاجة غريبة. الرسمة اللي شفتها في قصر المحروسة ظهرت في كابوسي المزمن. ولما قربت منها سمعت صوت شخص بيهمس في ودني، وكان بيقول لي: ده كف عساس، آخر مولود في جزيرة الجوف. قمت من بعدها باخد نفسي بسرعة رهيبة، بس المرة دي حنان مراتي ما حستش بيا. كانت نايمة في سابع نومة وانا بس اللي قلقت لوحدي. زي عادتي قمت شربت مية ومسحت عرقي وانا بتذكر الكابوس الجديد. كل مرة كان بيبقى نفس الكابوس، اشمعنى من بعد زيارة رفعت ليا الكابوس اتجدد؟ والغريب بقى ان انا شفت الكف وبدأت اتذكر الاسم اللي سمعته. كان اسمه عسات، عسين.
كنتش قادر أتذكر الاسم. قمت جبت الورقة اللي فيها رسمة الكف والصورة اللي استأذنت فيها رفعت، وبدأت أبص فيهم. لاحظت إن الحروف اللي في رسمة نهلة مرات رفعت غير الحروف اللي موجودة في النقش اللي على الحيطة. أول حرف أول عقلة من أول صباع كان حرف العين، وفي الصباع التاني أول حرف فيه كان سين، واللي بعده ألف، واللي بعده سين. لكن اللي في رسمة نهلة كان أول حرف شين، والتاني دال، والتالت ألف، والرابع دال، لكن الخامس بقى كان فاضي. اللي استنتجته من الملاحظة دي هو الاسم اللي في الرسمة بتاعت نهلة كان اسم شداد، لكن اللي في الرسمة التانية كان عساس، وده نفس الاسم اللي سمعته في الحلم والكابوس الغريب. من بعد ما سمعت اسمه سمعت بعديها اسم جزيرة، بس ما كنتش قادر أتذكرها. تفكيري بدأ يزيد ويزيد معاه صداع ملازمني طول الوقت بسبب كتر التفكير وقلة النوم والكوابيس المزعجة. بسبب كل دول فضلت سهران لحد أذان الفجر، وأول ما سمعت الأذان سمعت معاه رنة الموبايل، وكان المتصل كالعادة رفعت. توقيت الاتصال بيقول إن في مصيبة. فتحت عليه بسرعة بدون تفكير كتير، وأول حاجة سمعتها منه: أنا آسف على التوقيت اللي بتصل فيه، بس في حاجة مهمة أوي حصلت. حصل إيه يا رفعت؟ أنا واقف بالعربية تحت البيت عندك وعايزك تنزل بسرعة، بس اعمل حسابك إن احنا هنروح مكان تاني. قفلت مع رفعت اللي كنت متأكد إنه جاي بخبر مزعج. لبست هدومي على لهفة وكنت بحرص إن حنان ما تسمعش صوتي. نزلت جري وركبت العربية معاه. أثناء الطريق واحنا رايحين مكان لسه معرفوش، لقيت رفعت قال لي: حصلت جرائم كتير اليومين دول، ووسط الجرائم دي حالة سرقة، بس مش أي سرقة. مش أي سرقة ازاي يعني؟ قبل ما أقولك على السرقة أحب أقولك إن حصل جريمتين بنفس التفاصيل الجريمة الأولى اللي شفناها. والمشكلة بقى إن الاتنين لستات برضه، ونفس الموتة على ترابيزة وبركة دم وعيون متفجرة، بس مفيش رسمة للكف. طيب وحالة السرقة الغريبة اللي انت بتقول عليها دي ايه يعني؟ ده المكان اللي هنروحه دلوقتي. مكان ايه؟ ما تقول كلامك مرة واحدة يا رفعت باشا، انا من ساعة ما شفت المكالمة بتاعتك دي قلقت. اهدى يا مك، احنا رايحين المكتبة الأثرية. انا اول مرة اسمع عن اسم المكتبة دي، هي مش معروفة كتير بسبب اللي بتحرسه من الكتب. اتعملت قريب والشرطة اقترحت انها تتعمل سرا لان فيها كتب لا تعد ولا تحصى، كتب ما فيهاش منها في العالم كله، مفيش منها غير نسخة او نسختين، وكتب نادرة لعلماء كتير، كتب تحضير للجن والسحرة. عشان كده ما يعرفهاش حد، ولا حد يعرف طريقة غير اللي شغالين فيها بس. سكت بعد كده قلت له: ايوه ما فهمتش برضو احنا رايحين نعمل ايه هناك؟ إدارة المكتبة دي بعتت لينا إن تم سرقتها، ودي أول مرة تحصل من ساعة ما المكتبة دي اتعملت. والغريب بقى يا ميكي في طريقة السرقة وفي الكتاب اللي اتسرق. وإيه الغريب بقى يا رفعت باشا؟ لا ده هنعرفه لما ندخل المكتبة. قال رفعت وهو بينزل نفق غريب مفيش غيرنا ماشي فيه، ومن بعدها طلع على بوابة حديد واقف عليها 2 حراس. أول ما شافوا رفعت باشا سايق العربية رفعوا ايديهم وعملوا التحية، وبعديها فتحوا البوابة. كان في استقبالنا راجل أقرع ببدلة سودا، كان محترم جدا في التعامل معانا. خدنا ودخل بينا المكتبة الكبيرة. كانت أول مرة أشوف مكتبة بالحجم ده، عدد كتب رهيب، منظر يشعر الجسم، وخصوصا للمحبين اللي بيحبوا القراءة. كنت فاكر ان الجريمة في المكان اللي دخلنا فيه الاول، بس كمل معانا مشي صاحب البدلة السوداء ودخل بينا غرفة اصغر، غرفة كلها كتب اثرية
بس الغريب فيهم ان هما متحوطين بإزاز، صندوق إزاز صغير، كل صندوق كان فيه كتاب. خدنا الراجل الأقرع ده وقف بينا قدام صندوق إزاز فاضي، وشاور بإيده على الصندوق اللي رفعت وقال: هو ده يا فندم مكان الكتاب اللي اتسرق. رد رفعت عليه وقال له: هو مسموح هنا نولع سيجارة؟ طبعا طبعا يا فندم مكانه. طلع رفعت علبة السجاير وولع سجارة، سحب بعديها كام نفس وقال: قول لي بقى يا ابني ايه اللي حصل؟ امبارح وانا بستلم المناوبة الليلية من ممدوح الحارس اللي معايا، اكتشفنا ان الصندوق ده فاضي والكتاب اللي فيه مش موجود. والاغرب بقى يا فندم، لما رجعنا الكاميرات اكتشفنا حاجة مريبة، وهي ظهرت فجأة في الغرفة ست غريبة، ست بشال اسود معرفش جت منين، سرقت الكتاب واختفت بعيد عن الكاميرا وملهاش اي اثر في المكان. ست غريبة جت ومشيت من غير ما نحس ولا نشوفها، ولا حتى يا فندم على البوابة حد شافها. قالوا انهم ما شافوش بحد ولا حسوا بحد. رد عليه رفعت وقال له: ازاي يعني واحدة تدخل من غير ما انتوا تعرفوا؟ والله يا فندم هو ده اللي حصل. ممكن تورينا الست دي يا متولي؟ بصلي متولي باستغراب وقال لي: اه يا فندم اتفضل معايا. الدنيا ماشيين ورا متولي لحد ما دخلنا غرفة صغيرة كلها شاشات، كانت شاشات مراقبة وقاعد عليها حارس بيراقب المكان. ولما رجع بالكاميرات لليوم اللي تم فيه السرقة وجاب اللقطة اللي فيها الست، اكتشفنا انها الست حياة، الجثة الأولى اللي كان وراها رسم للكف. بصينا لبعض أنا ورفعت وقال لي: ده معناه ايه الكلام ده يا مكي؟ اللي هيقول لنا المعنى ده بقى رفعت باشا متولي، لما نعرف منه أهمية الكتاب ده ايه. بصلنا متولي وهو متوتر ويمسك في ايده وبيدعك فيها، كان باين عليه العرق على جسمه كله. بعد شوية قال لنا: للأسف يا فندم الكتاب ده مهم وخطير، خطير انه يقع في ايد حد، ده جواه بلاوي، ولو حد استخدمه هيحضر شر كبير قوي، شر كبير احنا مش قده. هو باين كده الشر ده حاضر يا متولي، فقول بقى الكتاب ده فيه ايه يمكن نلحق الشر ده. الكتاب ده بتاع الجبليين، نسل الأشرار من أرض الجوف. الجملة دي قلتها وربص لي رفعت باشا وهو متولي بنداش. معلومة لسه عارفها من ساجم اللي قالها في ودني بدون ما حد يسمعه. بعد ثواني من تعجب رفعت ليا بص متولي وقال لي: بما انك عارف اللي في الكتاب ده يبقى عارف الشر اللي فيه، عشان انت عارف لازم يحصل ايه. لازم يحصل ايه يعني؟ قالها رفعت وهو بيحاول يطفي السيجارة في اي مكان. بصيت لرفعت وقلت له: الست اللي بتقول عليها اسمها حياة دي حضرت شر وهي مش في وعيها، وخرجت كائن محبوس في أرض الجوف، والكائن ده بيتغذى على موت البشر. وأول ما خرج من مكانه واتغذى على جثمان حياة، بدأ بشره في الأرض، وعشان يرجع للأرض بتاعته ويتحبس تاني لازم نرجع الكتاب. بصلي رفعت بعد ما طفى السيجارة وقال لي: طب ما الست اللي سرقت الكتاب ماتت، الكتاب بقى راح فين؟ دي الإجابة اللي محدش هيعرف يرد عليها غير الست حياة اللي ماتت وشبعت موت. توصل بكلامك ده يا مك إن الكائن اللي أطلقت سراحه ده مش هنعرف نسيطر عليه غير بالكتاب؟ للأسف في طريقة تانية يا باشا بس صعبة. قالها متولي وهو بيرفع راسه لينا وباين عليه الحزن. رد عليه رفعت وقال له: لحقنا بيها بسرعة، يمكن نوقف حالات القتل اللي بتحصل دي. الكتاب ده فيه منه نسختين، نسخة كانت في المكتبة مع الست اللي سرقته، وفي نسخة تانية بس للأسف بقى يا باشا دي في أرض الجوف. رفعت ما كانش يعرف فين أرض الجوف دي ورد عليه: حلو أوي، اكتب عنوانها في ورقة بسرعة وأنا هجهز قوة ونطلع بيها على هناك دلوقتي ونجيب الكتاب ده بأي طريقة. معرفش رفعت كان فاكر أرض الجوف دي في الشارع اللي ورانا، كان معمي عن الحقيقة، اللي هيصدموا بيها متولي دلوقتي. للأسف يا فندم أرض الجوف دي مش هنا. فين يعني؟ خارج مصر مش مشكلة، ولا في خارج مصر يا فندم، دي أرض مخفية، حياة غير الحياة يولد فيها الجن ويعيش فيها الدجال، توقف نسلهم من بعد ولادة عساس.
فضل رفعت باصص ناحيتي ووشه منكمش ومش فاهم حاجة. بعد ثواني من الصمت اللي حل على الغرفة قال لي: أنا مش فاهم أي حاجة، أنا مش فاهم أي حاجة من اللي أنت بتقوله يا ميك، وضح أكتر. معلوماتي كلها كان بيبلغني بيها ساجم اللي بقى بيحضر معايا في أي مكان وفي أي وقت لما أنا اللي بسمح ليه. وتعودت إني لما أروح مشوار تبع رفعت أحضر ساجم معايا، لأن أكيد مشاوير رفعت كلها مصايب، أكيد مش خير. تابعت كلامي بعد نظرة اندهاش رفعت وقلت له: أرض الجوف دي مش منطقة سكنية ندخلها برجلينا، ده أرض يمكن ندخلها ومنعرفش نرجع تاني. رد رفعت عليا وقال لي: ودي بقى هندخلها ازاي؟ ما قدرتش ارد على رفعت باشا لان ما كانش عندي اجابة. بس بعد شوية لقيت متولي قال له: الدخول فيها من نفس البوابة يا فندم، اللي دخل منها الكائن اللي حضرته الست اللي حضرتك بتقول عليها اسمها حياة، والكائن ده اكيد دخل من رسمة الكف اللي خاصة بيه. رد عليه ورفعت وقال له: الرسمة دي اللي موجودة في قصر المحروسة؟ لو موجودة فعلا يا فندم زي ما حضرتك بتقول، انا ممكن اقولك تعمل ايه عشان البوابة دي تتفتح. بعد ما قال جملته متولي بصيت له وقلت له: الأهم من إنها تتفتح، الكتاب هيبقى مع مين جوه داخل الأرض؟ بصلي متولي وهو بيقولها بتوتر: هيبقى مع العائلة الجبلية، لما توصل هناك هتعرفهم أكيد. بعد ما عرفت اللي هنعمله من متولي اتحركنا على قصر المحروسة اللي فيه الرسمة. طول الطريق رفعت كان عمال يقنعني إنهم يجندوا شخص تاني يدخل المكان، بس أنا رفضت لأن أي حد هيدخل هيفشل وهيفضل هناك مدى الحياة. لأن عشان تخرج من الأرض دي لازم تجيب الكتاب وتعرف منه طريقة الخروج، وده سر بتخفيه العائلة دي وبتعرفه لنسلهم بس، وهو ده اللي قال لنا عليه متولي. وقال لنا برضو على الطريقة اللي تتفتح بها البوابة، وهو كان فاكرها من قراءته لعدة كتب بتتكلم على نفس النهج. وقال لنا عشان أي شخص يدخل لازم يكتب على بطن رجله الاتنين كلمة جوف بالدم، يمشي بدمه على الرسمة كلها، وساعتها بقى البوابة تتفتح ويقدر يخش. لما وصلنا هناك قدام الرسمة اللي على الحيطة داخل القصر، نبهت على رفعت انه ما يجيبش سيرة لمراتي على اللي بعمله، وقلت له يعرفوا مني في شغلي تبع الدولة ومش هعرف اتواصل معاهم خالص. بعد ما عرفت رفعت على اللي هيعمله بدأت أنفذ كلام متولي. كتبت بدمي كلمة جوف على بطن رجلي الاتنين وبدأت أمشي بدمي على الرسمة. فضلت واقف ثواني قدام الحيطة مستني تحصل أي حاجة. وبعد دقايق بدأت أحس إن الحروف اللي مرسومة على الكف بتتحرق وبتنور، وبدأ يطلع منها دخان. في ثواني انشقت الحيطة نصين واتفتحت وبقت بوابة للعبور. كنت مخضوض من اللي بيحصل ومرعوب، بس بصيت ورايا على رفعت وانا شايف في عينه الدموع. لفيت وشي تاني ناحية البوابة وانا سامع في ودني ساجد بيقولي: انا اسف، ما اقدرش اعبر معاك لارض الجوف لان الارض دي محرمة عليا. كان صعب عليا اسمع كلام ساجم، كان صعب عليا اسمعه بيبلغني حاجة زي دي، بس خلاص ما ينفعش ارجع في كلامي. تخطيت برجلي داخل الحيطة عشان تبدأ رحلة جديدة، رحلة البحث عن الكتاب. أول ما تخطيت برجلي داخل الحيطة دخلت ممر ضلمة، ما كنتش شايف أي حاجة، بس كل اللي شايفه ضوء شمس بعيد عني. فضلت ماشي فيه وأنا بسند بإيدي على الحيطة. كنت حاسس إنها حيطة مزخرفة منقوشة حروف زي رسمة الكف. فجأة الممر ده بدأ يضيق عليا، فاضطريت أمشي على إيدي. كنت بمشي على إيدي ورجلي زي الأطفال الصغيرة. فضلت ماشي لحد ما وصلت على حافة مزلقان سحبني بالإجبار لتحت. فضلت أنزل فيه بسرعة مهولة وأنا سامع أصوات بتقرب مني، أصوات احتفالات وأصوات ناس كتير بتتكلم.
كنتش شايف حاجة من سرعة النزول اللي أنا نازل بيها. فضلت على هذا الوضع لحد ما بدأت أحس إن الضوء بيقرب جامد، لحد ما وقف قصادي. وقفت بجسمي قصاد بوابة صغيرة، قمت على رجلي ودخلت فيها، ومنها خرجت على عالم تاني، عالم أرض الجوف. مهما أوصف لك عزيزي المرعب مش هقدر أقولك على اللي أنا شايفه قدامي. كنت شايف نفسي في مكان شبه سوق، شايف ناس غريبة في كل حاجة، غريبة في الشكل وغريبة في اللبس، كأني رجعت للعصر العثماني. ناس كتير قاعدة على الأرض وقدامهم ملابس مطرزة، كان تطريز روعة. وعلى الجنب التاني شايف رجال بتبيع سيوف ودروع. قبل ما أكمل في السوق اللي أنا شايفه ده واكتشف العالم اللي أنا دخلته، سمعت صوت جاي من مكان شبه الكهف. سمعت صوت حد بيستنجد إن حد يجي يساعده في اللي بيعمله. قربت منه، ولما دخلت الكهف ده لقيت شخص، بس الشخص ده كان بيولد ذئب. جريت عليه وانا بقوله بسرعة: محتاج مساعدة؟ رد عليا باللغة الغريبة وقال لي: أجلب معي تلك البقية منهم واتبعني. كان شايل 2 من الذئاب الصغيرة وخرج بيهم بره الكهف، وبعديها أنا شلت 2 التانيين وخرجت وراه، لكن الأم بقى كانت ميتة. قربت منه بخطوات سريعة لحد ما بقيت جنبه، وأول ما شافني قال لي بلهفة: أخفي تلك الصغار أسفل ملابسك. ومكملش كلامه بسبب نظرته لهدومي اللي كان متعجب منها. بعديها تابع كلامه قال لي: أخفيهم أسفل ملابسك الغريبة هذه، لا يمكن لأحد أن يراهم، الذئاب محرمة هنا. استغربت من كلامه وقلت له: وليه الديب محرم هنا؟ رد عليا باستعجاب وقال لي: ديب؟ ماذا يعني ديب؟ ديب اللي انت ماسكه في ايدك ده؟ انت غريب في كلامك مثل ملابسك ايها الشاب. شاب؟ انت مش شايف شعري الابيض؟ قطعت كلامي بسبب الدفعة اللي جت من صاحب الذئاب. فجأة نزلنا تحت صخر من اجل اننا نستخبى من رجال اصحاب قامة طويلة وضخمة بيضربوا اللي ماشيين في السوق. كانت رجالة ملامحها غريبة وبدون ملابس، لكن اللي رعبني منهم أكتر مش شكلهم، اللي رعبني منهم جسمهم اللي مليان أوشام بطريقة مهولة. أوشام شبه الدرع وشبه السيف. معرفش ليه اترعبت منهم. هي ليه الناس دي على جسمهم أوشام كده يا صاحب الذئاب؟ رد عليا بصوت واطي وقال لي: لا تناديني بصاحب الذئاب، أنا اسمي خنجر. وتلك الرجال قطع كلامه وهو باصص ناحيتي بدهشة، وكمل كلامه وقال لي: كيف لا تعرف معنى الأوشام على أجسادهم؟ ألا أنت لست من أرض الجوف؟ بصيت ناحيته وفضلت مبلم بدون كلام بسبب الراجل اللي قرب من خنجر. كان راجل من الرجالة اللي على جسمهم أوشام كتير. سحب خنجر من رقبته، في نفس الوقت حدف خنجر ليا الذئاب اللي معاه، وطلب مني أهرب بأسرع وقت. ما كنتش عارف أهرب أروح فين بيهم، بس خدتهم وقلعت قميصي وحطيت فيه ال4 ذئاب وقمت من مكاني. ولقيت رجال الأوشام محوطين المكان كله، وعينهم كلها عليها اندهاش من جسمي السليم. جسمي كان بدون طبقة وشم واحدة. بعد شوية سمعت واحد منهم بيقول: رجل بدون أوشام، اقبضوا عليه. سابوا خنجر وبدأ البحث عني أنا. كان لازم أجري قبل ما حد يمسكني. جريت بين رجال السوق اللي مزدحم، اللي مفهوش مكان فاضي. كنت عمال أدفع في كل اللي بيعترض طريقي. كنت خايف من إن حد يلحقني.
دخلت كذا شارع وكذا حارة وأنا بلف في دوامة مش عارف أروح فين. بس أثناء الجري ده لاحظت إن أنا ما تعبتش، لسه عندي صحة أجري أكتر وأكتر. معقولة يكون كلام خنجر صح؟ معقولة يكون رجعت لشبابي تاني؟ كملت جري وأنا لاحظت إني بدأت أبعد عنهم بسبب إني دخلت مكان ضيق كان صعب عليهم الدخول فيه، بسبب إن أجسامهم الضخمة متقدرش تخش مكان زي ده. عينهم المنورة كانت بتبص عليا بحسرة وموجهين ناحيتي حوافر ايديهم، واستغربت انها مش 5 صوابع زينا، دول كانوا 3 فقط. خرجت من المكان الضيق ده على مكان شبه صحراء، نزلت قميصي في الارض وطلعت الذئاب اللي شكيت انهم ماتوا، بس حمدت ربنا انهم عايشين. وقبل ما احط ايدي عليهم لقيت نفسي بترفع من على الارض. كان راجل من رجال الأوشام مسكني وبصلي وقال لي: كيف تجرؤ على الفرار من أيدينا؟ كنت باصص ناحيته وأنا مندهش، وبصراحة المرة دي كنت مرعوب لأني قربت منه جامد، قربت من وشه مكانش رايق على جسمه. بس مفيش ثواني وسابني من ايدي، سابني بسبب خوفه الشديد من الذئاب اللي كانت معايا. وقعت من ايده على وشي، بس بعديها فقدت الوعي، واخر حاجة شفتها